السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اللي غنوجدوا البهله اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف وما كتخلاش من المائده المغربيه في الصباح ديال الفطور ديال عيد الفطر. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو هنايا 500 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال اللوز مهرمش، 80 غرام ديال الجنجلان، خماره، شويه ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه ديال القرفه، يمكن لكم تزيدوا شاصي ديال الفاني، كاس لارب ديال الزبده دايبه، وكاس ديال الزيت، كاس عامر يكون مملوء صافي. وغادي كنخلطوا النواشفهم مع بعضياتهم. من بعد كنبداو نضيفوا الزبده والزيت. هنا راه العجينه كيف ما كتشوفوا راه ما شاداش راسها نهائيا، كتبقاو تمعكوا فيها بيديكم بحال كتدلكوها، كتمعكوها كتبدا تجمع. هي هنايا كيف ما كتشوفوا راه بدات كتجمع صافي. كنبدا نمعكها مزيان، يعني تعطيوها الخاطر، تعطيها الوقت. عندها العجانه راه غديرها في العجانه صافي. هنا من بعد ما تجمعات درتها كويرات، درتها في اللاطه، يمكن لكم ديروها في اللاطه عاديه، انا كتعجبني هكايا. فكنتمنى